لو سألتك عزيزي المشاهد شنو الفرق بين المشهدين اللي شفناهن؟ بالمشهد الأول شفنا شخص كان يدري بالموت وحاسب موت لأنه هو أصلا مريض واستشعر آخر أيامه، فحاول يكتب وصية، وهاي الوصية كان يعتقد إنه هذا آخر أثر اللي راح يظل بهاي الدنيا، والناس بعد راح تعرف شنو كان يريد وشنو راد يوصي وشنو الأثر اللي راح يتركه. بالمشهد الثاني شفنا شخص قاعد يعيش يومه الطبيعي، قاعد يقرأ كتاب ويشرب قهوته المفضلة، بس اللي ما كان يعرفه إنه هاي آخر أجزاء من الثانية راح يعيشه، لأن بين جزء وجزء من الثانية راح يتحول إلى ظلال نووي ويتبخر، وهذا الشيء هو الأثر الوحيد اللي يظل منه وكان يثبت إنه هو عايش على الكرة الأرضية، وهذا المصير المأساوي نفس اللي عاناه 120 ألف شخص مقسومين بين ناكازاكي وهيروشيما.